بس كاكا ليش ده البعض يقولون، البعض انا قريت البعض يقول انه الكاكائيين بالاصل مسلمين، وانه علي بن ابي طالب مقدس لديهم. يا ترى شو مدى صدق هذا الكلام او مدى عدم مصداقية هذا الكلام؟ شكرا. في بداية هذا الموضوع كنت أتوقع هذا السؤال يجي. هذا السؤال بسبب انغلاق المجتمع الكاكي، بسبب انغلاق المجتمع الكاكي في العراق أو حتى في إيران المجتمع الياساني ككل هذا يعني هو في زمن المسلمين يسموه فتوحات واحنا نسميه غزوات. يعني هو حسب التعبير كل من يشوفه بالنسبة له نسميه غزوات، لأنهم غزوا اجوا غيروا السلطة الموجودة هناك وقاموا يسوون دعوة للديانة الإسلامية. ثم يقولون طبعا كانت بالقوة، والتاريخ الطبري يذكر هذا الموضوع. وصادف ذاك الفترة أثناء كان خلافة الإمام علي، ذلك قسم من ذاك الزمن من الناس دعوا بأنهم أتباع الإمام علي عبرة ما واجهوا القتل والإبادة. ترى يعني حتى يتركون بأنه يحافظون على بقائهم، وهذا حاليا يسموه التقية. يعني زمن التقية كانت هكذا هي ماشية. وكذلك احنا في نصوصنا الدينية أيضا أقدم من الإسلام نبأ يجي نبي ومعاه شخص آخر اسمه إمام علي ويحكي عن البقية أيضا. بالنصوص الدينية مكتوب أنه الإمام علي شخص من شوية أكثر سماحة من البقية. ذلك جماعتنا تندوا على هذا ذاك الزمن على هذين النصوص الموجودة، وادعوا متابعين للإمام علي. وما أنت لو تروح على مناطقنا ما تشوف لك لا مسجد ولا حسينية موجودة، ولا تشوف لك كاكي بمكان يصلي أو يصوم من رمضان شهر رمضان يصادقون الكاكي يعرفون بعض الواقع. بس أنت مثل ما أشرت إلى تاريخ الطبري يذكر من جو الطوج الأولاد لو ثلاث إبادة هي إبادة. ممكن أختصر كلامك حسب ما قلت؟ نعم. إذا كان صوتك أحيانا يقطع مشان أوضح للمشاهدين أنت شو قلت. أنت وضح. تمام. وإذا أنا أخطأت صحح لي. أنت قلت وقت الغزو الإسلامي كان في عهد علي بن أبي طالب، فالبعض من الكاكائين مشان يحموا حالهم من القتل، وأنت قلت أنه علي كان متسامح، مشان الكاكائين يحموا حالهم قالوا نحن أتباع الإمام علي، ولهالشي طلع علينا هالقولوا في البعض يحجون هيك، ولكن نحن لا عنا لا جوامع لا حسينيات ولا شيء، نحن مو مسلمين، نحن أقدم من المسلمين. نعم. الديانة الكاكائية تعود إلى قبل عهد أو ميلاد السيد المسيح. نعم. حسب المستشرقين الروس والألمان اللي هم عملوا دراسات في وقتها، يعني قبل 200 سنة الروس عملوا دراسات والمستشرقين من الألمان اجوا. هم يعني الديانة يعود تاريخها قسم يقولون 5000 سنة قبل الميلاد، قسم يقولون 3000 قبل الميلاد، قسم يقولون 4000 سنة قبل الميلاد. بالنتيجة هي قبل الميلاد، وهي امتداد الديانات الموجودة في حوض جبال زاكروس اللي اليوم يسموه كردستان. سابقا هذا المنطقة كانت تدين بالديانة الميثرائية، واحنا عاداتنا وتقاليدنا إذا قارناها بتلك الديانة السابقة اللي هم السومريين أيضا لذلك الديانة المجتمع نفسه هي تلقى نفس الطقوس، حتى نفس الملابس، نفس الصور، حتى الطنبور موجود والثور موجود، هذا كله موجود لحد اليوم داخل المجتمع اليساري.